السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جايين طبعا فكرة جديدة ومطلوبة جدا في البيوت كلها المصرية دلوقتي في الأيام اللي احنا فيها دي. طبعا احنا عارفين النور بقى بيقطع يوميا، من ساعة لساعتين لتلاتة على حسب بقى طبعا كل منطقة ماشية ازاي. ف بيبقى طبعا كل الأجهزة فاصلة، وفي ناس بتحتاج الإنترنت عشان شغلها وعشان الدراسة وعشان الاتصال. فبيبقى من أهم الأجهزة اللي في البيت دلوقتي الراوتر. فعشان كده بقى مطلوب، واحنا بنتكلم كده النور قطع اهو عادي، واحنا بنتكلم النور قطع عادي، فالناس بتحتاج الراوتر علشان تشتغل عليه. وده بيبقى من اهم الاجهزة عشان طبعا الاولاد في البيت وكده، الساعة ساعتين دولت يقدر ايه نتواصل مع بعض. فدلوقتي بقى في فكرة ان انت تجيب الكابل. في كابل بقى موجود اللي هو الكابل دوت. كان زمان في كابل تاني موجود بس ما بيشتغلش على كل الراوتر، لازم راوتر معين يشتغل عليه. اما الكابل اللي موجود معانا النهارده في الفيديو دوت، فده كابل لجميع انواع الراوتر، لجميع انواع الراوتر. بيحول من 5 فولت ل 12 فولت. وطبعا شرط اساسي ان هيكون موجود معانا باور بانك. باور بانك تقدر تشتريه من اي مكان، وبرضه بيفيد في البيت في الشحن بيقدر يفيد في الشحن في البيت لأي حاجة محتاجة شحن موبايلات أجهزة. هو الباور بانك مفيد في كل حاجة، او اي حاجه بتشتغل باليو اس بي. هيبقى الباور بانك علاج لينا في الساعتين دولت او في الساعه اللي احنا ايه موجودين فيها في خلال قطع النور. تمام. فالنهارده هنجرب عملي اهو. طبعا احنا زي ما قلت من شويه النور قطع علينا واحنا بنعمل الفيديو، فطبعا احنا كالعاده محتاجين نت. فهنجرب الكابل ونشوف اذا كان يشتغل معانا كويس ولا لا. ده كابل تقدر تجيبه من عند اي حد بتاع موبايلات او اجهزه كهربائيه او اجهزه كمبيوتر، هتلاقيه موجود يعني. هو الكابل دوت الكواليتي دي هي بالشكل ده، هو اللي بيشتغل مع اي راوتر. بيبقى اتجاه منه للراوتر بيركب مكان ما بيركب السوكت بتاع الفيشة بتاعت الراوتر، مكان ما بيركب السوكت بتاع الراوتر من ورا. اهو هنشيل اهو بتاع كابل الكهرباء، كابل الباور بتاعه شلناه خلاص. وهنحط بتاع الوصلة بتاعتنا، نسمي الله. بنيجي على الباور بانك. طبعا احنا بنتأكد ان الباور بانك بيكون فيه يو اس بي علشان نقدر ايه ناخد منه خارجي. بنسمي الله كده، وما تنسوش الصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو ابتدى يشتغل معانا. ابتدى الكابل ينور، كان بيدي اخضر، ابتدى يدي احمر، يعني كده الكهرباء واصلة. وابتدى يعلم في الراوتر، النور الراوتر اهو ابتدى ينور معاه، وهيبتدي يدي الاشارة بتاعته ويشتغل طبيعي ان شاء الله. نستنى كده شوية. اهو ابتدى يدي الاشارات بتاعته. وبكده تبقى قدرت ان انت بكابل صغير وفكرة بسيطة ان انت آه، تقدر تحول الراوتر بتاعك على الباور بانك وتشتغل عادي كأن مفيش حاجة. اهو ابتدى يجمع الاشارات بتاعته. الكابل ده متراوح في الاسواق المصرية، موجود من 100 جنيه ل200 جنيه، يعني متراوح السعر على حسب المكان، على حسب المنطقة، على حسب جودة المنتج. يعني هو في الرينج بتاعه كده بيتراوح من 100 ل200 جنيه. بس فعلا كابل عملي ومفيد. وأتمنى إن شاء الله يكون ده فكرة بسيطة عوضت عن قطعان النور. فعلا النت في البيت مفيد جدا، وخلال النور لما بيقطع هيبقى مفيد إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو
ليه إفادة ليكوا، وإن شاء الله يكون حاجة مفيدة كده. إن شاء الله كل فترة كده هنقدر نجيب الحاجات اللي إيه، الحاجات اللي إحنا بنستخدمها في البيت ومفيدة لينا كلنا، يعني كلنا بيبقى عندنا نفس المشكلة، وكلنا إن شاء الله نحاول نحلها، وربنا يعدي الأيام اللي جاية دي على خير إن شاء الله، والنور يبطل يقطع. بس برضو حتى ده في حالة الطوارئ هنقدر نستخدمه، لأن الأيام اللي جاية محدش عارف فيها إيه، فدايما الحاجات اللي هيبقى ليها شحن والحاجات اللي هتستخدم على الباور بانك والطاقة المخزنة هتبقى ليها فيها إفادة كبيرة. وأتمنى يكون الفيديو فاتكم، وما تنسوناش بالدعم واللايك والسبسكرايب، وشكرا، وإن شاء الله نقابلكم في فيديو جديد. ثانك يو والسلام عليكم.